أفضل جدول للعبادة خلال 30 يوما في رمضان. مهما كان حالك لابد أن تستغل هذا الشهر. ركز معي. أولا، ال5 صلوات في وقتهم بدون تأخير. ثانيا، السنن الرواتب عندك 12 ركعة، مهم جدا تداوم عليهم. يوميا 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. ثالثا، صلاة الضحى وتبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة حتى قبيل أذان الظهر بربع ساعة. أقلها 2 وأكثرها 8 ركعات، أنت وهمتك. رابعا، الاستغفار وأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح بعد الفجر، وأذكار المساء بعد العصر. خامسا، صلاة التراويح. للشباب في المسجد مع الإمام. للبنات يمكنك أن تصليها في المسجد، وإن تصليها في بيتك هذا الأفضل. سادسا، الصدقة يوميا ولو بمبلغ بسيط. وإن كنت ربنا موسعها عليك تصدق بما يليق بك. وتذكر في النهاية أنك أنت أحوج للصدقة وأجرها من الفقير. سابعا، عمرة وحج يوميا. بعدما تصلي الفجر لا تترك مصلاك، ابقى في المسجد لو شاب، أو في مصلاك لو فتاة حتى الشروق. ابقى لتقول الأذكار واقرأ قرآن، فيكون لك بذلك أجر حجة وعمرة تامة. ثامنا، قراءة القرآن الكريم. لأصحاب الهمم المتوسطة ليس أقل من 3 أجزاء يوميا، يعني ستختم 3 مرات في رمضان. أما للمبتدئين وأصحاب المشاغل ليس أقل من جزء يوميا. تاسعا، الدعاء، خاصة دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عندك 3 أوقات ليس فيهم كلام. النصف ساعة التي قبل الإفطار، الساعة التي قبل الفجر، آخر ساعة بعد العصر من كل جمعة. عاشرا، التهجد والصلاة في جوف الليل يوميا في وقت النزول الإلهي لتدعو بكل ما تتمنى وتكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه 10 خطوات لو داومت عليهم في رمضان ستنقلب كفة الميزان، وسيعوض كل التقصير الذي فات، وستخرج إنسانا مختلفا. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أفضل حال. اترك هذا المقطع على بروفايلك، فهو كنز لا تستغني عنه.